هو ده سر النجاح في الحياة، لأن هي دي رسالتك ودورك اللي ربنا عايزك تعمله في الحياة. لو نجحت فيه إن شاء الله هتكسب دنيا وآخرة. عايز أفهم حضراتكم حاجة يا كل اللي بتشوفوا الفيديو، إن كل نعمة وكل موهبة ربنا بيديها لك هو مش مديها لك ليك لوحدك. والله. يعني ايه مش مديها لك ليك لوحدك؟ يعني الناس والمجتمع وكوكب الأرض حتى الحيوانات والنباتات ليها حق في النعمة اللي عندك. يعني ايه برضه؟ هناخد مثال الزكاة. ربنا قال عن الزكاة انها حق معلوم للسائل والمحروم. دي حق للناس في فلوسك لما تعدي مستوى معين. يبقى الفلوس الكتير اللي ربنا مديها لك دي مش ليك لوحدك، وبالتالي من يبخل فإنما يبخل على نفسه. قيس على كده كل حاجة. ربنا مديك علم، ده مش ليك لوحدك، ده مديك العلم ده عشان تفيد بيه غيرك. ربنا مديك كاريزما، ربنا مديك شهرة. هو انا ربنا مديك الشهرة دي عشان تتنطط بيها على الناس علشان تحسسهم بفشل؟ لا، عشان تستغل شهرتك دي انك تساعد الناس. ربنا مديك قوة في جسمك، هو ربنا مديك القوة دي عشان تعمل استوريهات وتتنطط على الناس وتشوف واحد جسمه وحش تتريق عليه وتقول له ده جسم تطلع بيه مسرح، او تشوف واحد بتخين وبكرش وتتنطط عليه؟ لا، عشان تساعد الناس تبقى زيك، تديهم نصايح، تجيب حق الغلبان، تدافع عن المظلوم، وهكذا. وسبحان الله تلاقي دايما ربنا بيحب الأعمال اللي فيها مشاركة. يعني اما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ خير الناس أنفعهم للناس. تيجي مثلا تلاقي ربنا بيقول للزوج، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للزوج إن من أحب الأعمال إلى الله لقمة تطعمها لزوجتك في بقها. أما تيجي مثلا تلاقي ربنا بيقول للزوج، أو الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للزوج، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن اللي يخلف بنات ويحسن تربيتهم يكونوا سبب في دخوله الجنة. في حديث جميل جدا بيتكلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا. خلاص أنت بعد عمر طويل يعني، وبعد حسن الخاتمة إن شاء الله، اتوفيت ومشيت من الدنيا، إيه اللي بيفضل؟ الأثر. أنت سايب إيه ينفع الناس في الدنيا؟ صدقة جارية، حاجة تنفع بيها غيرك، علم ينتفع به، حاجة تنفع بيها غيرك، أو ولد صالح يدعو له. يفضل العداد بتاع الحاجات اللي انت سايبها تنفع غيرك هو اللي عمال يوصل لك بعد ما انقطع عملك من الدنيا. فلازم تبقى فاهم ده. ربنا سبحانه وتعالى بيغفر أي ذنب سبحانه في حقه، لأن ربنا غني، ربنا مش محتاج لك، مش محتاج لعبادتك، ولا يبالي، هو اللي يهمه منك التقوى والطاعة. فربنا أي ذنب مهما عملت ذنوب في حق ربنا بيغفرها، لكن ربنا ما بيسامحش في حقوق العباد. واكل مال حد، ظالم حد، اغتبت حد، ربنا ما بيسامحش فيه. فهمت بقى سر النجاح في الدنيا ايه؟ ان اهم حاجة هتنجحك وان شاء الله تبعدك عن النار وتدخلك في رضا ربنا، انت بتساعد اللي حواليك ازاي. كل نعمة وكل موهبة ربنا اداها لك مش ليك لوحدك. ده احنا حتى بنعلم العيال الصغيرة في الحضانة sharing is caring. عشان كده ان انت تمنع علم، ان انت تمنع مساعدة عن الناس، ان انت تمنع فلوس عن الناس مش هيزود حاجة، ده بالعكس، ده انت كده بتضيع نفسك بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جميل هختم بيه، انا اسف اني طولت عليكم، يقول لك ايه؟ ليس لك من مالك، ما معناه؟ الا ما اكلت فافنيت. الاكل اللي انت اكلته ولا ليه لازمه؟ لبست فابليت، وتصدقت، اللي هتعمله لغيرك فابقيت. يبقى اللي باقي لنا هو الاثر، وهو ايه
مساعدة الغير. ده في راجل دخل الجنة عشان سقى كلب. يبقى كل اللي معاك مش ليك لوحدك، والثواب الكبير ورضا ربنا والمكسب الكبير اللي ربنا بيبارك اللي ليك فيه في الدنيا ويرحمك بيه في الآخرة وتكون من الفائزين وتخش الجنة، انت بتساعد اللي حواليك بكل المواهب والنعم اللي عندك. ازاي؟ كل واحد فيكم يقعد بقى يفكر مع نفسه كده، انا ربنا انعم عليا بايه ممكن اساعد غيري بيه. خلي ليك اثر طيب في الدنيا، وحاول تكتر من الاعمال الصالحة اللي هتفضل لك حتى بعد ما تفارق الدنيا، عشان تبقى من اصحاب السعادة وصباح السعادة.